السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. فيلمنا بيبدأ ببرين اللي عايشة في بيت طويل عريض لوحدها في الأرياف، وعاملة مدينة مصغرة جوه بيتها، وبتصنع ملابس لنفسها وبتلفهم للفة هدايا وبتبعتهم لنفسها برضه. وفي يوم وهي رايحة تبعتهم بتشوف علامة دايرة غريبة قدام بيتها وبتحاول ترويها بالمية، وفي الطريق بتقابل جارها وتحاول تعامله بود لكنه بيتجاهلها، وتحط الأظرف في البوسطة وتمشي تروح تقعد جنب مدفن أمها، وبتشوف ناس هناك وتسلم عليهم لكنهم برضو بيتجاهلوها. أجواء غريبة جدا. وفجأة بتجري تستخبى لما تشوف مأمور البلدة ومراته، شيء غريب جدا. ولما بتروح بتكتب رسالة لصاحبتها مود اللي هي بنت مأمور البلدة ومراته، وبتوصل عربية البريد وبيخرج عامل البريد ويرمي الطرد بتاعها بشكل مستفز جدا. والطرد ده هو اللي فيه مدرسة البلدة في مدينتها المصغرة، وبنلاقيها محافظة على روتينها وحياتها بقالها 10 سنين. وبتكتب لصاحبتها وبتقول لها انها مشتاقة لها كتير ومش قادرة تسامح نفسها. وبنعرف ان مود دي هي صاحبتها الانتيم. واثناء ما هي نايمة بتسمع صوت خبط وبتصحى من النوم وتقوم تشوف فيه ايه، وبتلاقي كائن فضائي جوه بيتها، وبتخلع شبشبها وتجري علشان ما تعملش الصوت وتقفل باب اوضتها وتستخبى. بس بيدخل عليها الفضائي ويقرب من السرير، فبتستخبى تحت السرير وبيطلع على السرير ويتنطط، وبنشوف رجليه اللي شبه ايدين البني ادمين، وبيخرج من الشباك. وبتجري هي تقفل الشباك وبتجري تقفل باب البيت بسرعة، لكن فجأة كل كهربة البيت بتشتغل مرة واحدة، وبتحاول تطلب النجدة بس في صوت صفارة قوي بيطلع من السماعة، والابواب بقت تفتح وتقفل لوحدها. وبتحاول تهرب لكن بتلاقي المخلوق الفضائي نازل لها من على السلم، فبتستخبى وبتشوف الفضائي بيمسك سماعة التليفون ويحطها في مكانها أنيق قوي، وبيقرب منها لكنها بتوقعه وبتجري. بس الباب بيتخلع من مكانه ويخبطها وتفقد الإدراك لوهلة وبتبدأ تزحف. وبيظهر الفضائي وفجأة بتبدأ تتجرجر في الأرض زي فيلم الأرض، وبالصدفة بتمسك خشبة في إيدها وهي بتتجرجر، وبيسحبها الفضائي ويرفعها لفوق. ولما بيدورها الخشبة بترشق في راسه ويموت، وبتجري من الرعب وتقعد في مكانها كده لحد الصبح. ولما بتقوم أول حاجة بتعملها بتتأكد إن الفضائي مات فعلا، وتقوم مغطياه وتحاول تطلب الشرطة لكن مفيش حرارة ومفيش كهرباء بس في مية. وبتحاول تطلع تهرب بعربيتها لكن العربية مش شغالة، بالتالي بتطلع تاخد دش زي أي حد كان ممكن يبقى في موقفها وتركب العجلة. وفي الطريق بتلاقي عربية عامل البريد مقلوبة وهو مش جواها، وبتلاقي بيت جارها متبهدل تماما ونفس العلامات اللي هي شافتها في بيتها هي على زرع جارها. وبتروح على طول على اسم الشرطة، لكن أول ما بتدخل بتلاقي قدامها أبو وأم صاحبتها، وأم صاحبتها بتتف عليها. بالتالي بتمشي وتقعد تعيط على جنب، لكن بتشوف أتوبيس وبتقرر تركب الأتوبيس وتهرب من هنا. لكن واقف الأتوبيس فجأة بيظهر عامل البريد وفي حاجة بتلعب جوه زوره وبيطلع صوت غريب، صوت زقزقة مرعب. بالتالي بتزقه وفجأة بينط ويمشي على 4 رجلين وكأنه ملبوس. واحدة تانية بتقرب منها وهي نفس الراجل بتاع البريد، زورها بيلعب برضه، فبتزقها وبتحاول تهرب منه. سواق الأتوبيس بيشوف ده ويقوم ضارب فرامل وبيوقعه، وبرين بتسيب الأتوبيس وتطلع تجري وبتوصل للكنيسة لكن بتلاقيها قافلة، فبتروح للمدافن وبنكتشف إن موت صاحبتها ميتة. بالتالي أكيد هي كانت السبب في موتها لأن أمها تفت عليها. وفجأة بتلاقي مركبات فضائية ضخمة بتتحرك بين السحاب وبتطلع تجري، وبتوصل عند بيت جارها بتلاقيه واقف ومعاه ناس كتيرة كلهم زورهم بيلعب ورافعين ايديهم لفوق. وبتروح على بيتها وبتلاقي الفضائي لسه مرمي وفي مادة لزجة خارجة من بقه، وكأن الحاجة اللي كانت بتلعب دي كانت في زوره، والحاجة دي سابته ومشيت. وبتقرر برين تستعد للمواجهة الحتمية المرتقبة، وبتولع الشموع وبتملى مية وتسخنها، مش عارف هتولد الفضائي ولا ايه. وبتاخد قطر اكيد ممكن يبقى مفيد كسلاح، لكن فجأة نور بيضرب باب البيت ويسحب جدة الفضائي، وبتجري هي تنزل على القابو وبنلاقي فيه فضائي صغنطر ظهر على باب البيت. لكن تحت في القابو نور بيضرب وينزل لها فضائي شكله مختلف عن الفضائيين التانيين. بتحاول تستخبى منه وبتلاقي مقص بتشده لكنه بيخدعها ويظهر لها فجأة وراها ويسحب منها المقص شكله فضائي محنك، وبيحاول يشد منها صورتها هي وصاحبتها. وفي اللحظة دي بتطلع تجري منه، بس ما كانتش واخدة بالها ان في فضائي صغنن فوق اللي بيطاردها ويبغتها ويمسكها، لكنها بتعض والعضة بتوجعه. واثناء ما هو بيتألم جريت ورمت عليه المية المغلية، بس ده ما اثرش
بتثقش فيه وبتحاول تهرب، لكن النور بيضرب ويتني الحلة بين ايديها، وبيتضح ان هو نور قوي جدا على اي شيء بشري او من صنع البشر، لكن مش بيأثر على الفضائيين تماما. وبتحاول تجري من الشباك لكنه بيمسكها، تخبطه بعصاية مقشة مكسورة وتلزقه في الحيط. وسط صريخه المرعب بالتالي بتخبطه بباب الدولاب ويفقد الوعي. وبتخرج من البيت بتلاقي فضائي عملاق ضخم بيمشي زي البورس، فبتحاول تجري لكن عامل البريد بيظهر ويجرجرها من شعرها وياخدها للفضائي الضخم. وبتظهر مركبة فضائية ضخمة بيتواصل معاها الفضائي بشكل غريب عجيب، لكن بتتملص برين من بتاع البريد وبيحاول يجيبها، لكن بتخبطه برجليها في نفس الوقت اللي النور بينزل فيه وبيتكسر ظهره. وتقريبا ده بوظ حاجة، لأن المركبة الضخمة اتفككت لمركبات صغيرة وبعدت عن المكان وسط حصرة الفضائي الضخم. ولما بتحاول برين تهرب الفضائي بيغضب جامد ويطلع يجري وراها في مشهد مرعب لدرجة ان انا كنت هقفل الفيلم. وبيطلع الفضائي فوق البيت ويطلع صرخة مرعبة ويقع على الارض، وفجأة بيقوم ويجري ناحيتها بس بيخترق عربيتها ويتزنق فيها مش عارف يفك، فبتولع النار وتفجر العربية. وكده برين تبقى قتلت فضائيين وغزت فضائي صغنن، وتجري برين على بيتها، لكن الفضائي اللي طاير منها المقص جه وراها وبتحاول تبخته لكنه محنك وبيطيرها بعيد. لكن فجأة بيظهر نور غريب بيثبتها تماما، ما بتقدرش تتحرك. وبيجي الفضائي المحنك يقف قصادها ويبدأ يطلع حاجة كده بتلعب من بقه ويحطها في بقه، وبتدخل في حلم ما في صاحبتها، لكن عقلها مش متقبل ده، بالتالي بتفوق وتسحب البتاع اللي بتلعب من بقها وتحاول تقتلها، لكنها بتهرب منها. وبيظهر ضوء ما بيصنع محاكي لجسم الإنسان بيدخل فيه البتاعة اللي بتلعب، وبنشوف إننا قصاد غزو فضائي كامل لا مفر خلاص. وأثناء ما برين بتهرب بتيجي وراها نسخة تانية منها، والنسخة دي بتخزها مرتين بخشب، لكن برين بتجيب رقبتها بالقطر. وبيظهر فضائي ضخم وراها، مش عارفين هو نفس الفضائي اللي اتحرق ولا لا، وبيتواصل برضو مع المركبة، بالتالي بيدي إشارة للمركبة إن هي تسحبها لجوه. وجوه في فضائي بيقرب منها ويلمس راسها بس عشان نشوف اللي حصل في الماضي. وبتشوف نفسها وهي صغيرة مع مامتها، وبتطلع بره بتشوف أبو مود محطم، وبتشوف نفسها وهي بتضرب صاحبتها بطوبة وتموت. وفجأة بتلاقي نفسها قدام نفسها وهي صغيرة وبتكتب رسالة لصاحبتها، وتمسك ايد نفسها وتبتسم وكأنها خلاص لقت السلام النفسي. وبعد مباحثات ما بين الفضائيين بينهم وبين بعض بيجيلهم أمر من فوق، وفجأة بيرجعوها تاني على الأرض. وفي اليوم التالي بنلاقيها بقت سعيدة والفضائيين بيسلموا عليها، وفي حاجات برضو بتلعب جوه، وبيرقصوا سوا على أنغام أغنيتها المفضلة. وبنشوف إن في مراكب فضائية طايرة. هل كان الفيلم عبارة عن ثورة على النفس، إن مش لازم الحياة دايما تفضل على حالها والتغيير مطلوب والمفروض الإنسان ما يترعبش من التغيير ده؟ ولا الفيلم بيتكلم عن شعور بالذنب اللي ممكن يقتل صاحبه؟ وبرين كان عندها شعور بالذنب بسبب مقتل صاحبتها، ولازم برين تتغلب على الشعور ده وتبدأ تتعايش مع حياتها وتبدأ تنفتح على الناس، ولا بسبب ان هي لقت سلامها النفسي مرضيش يحط لها بتاع بتلعب. يهمني جدا اعرف رأيكم ومنظوركم للفيلم في التعليقات. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو ليكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.